هذا النظام في الدول المحترمة هذا يغسلون تايرات السيارة ودواخلها حتى لا تطلع الطين والتراب والحصو إلى التبليط وتلوث الشارع اللي مكلف الدولة ملايين الدولارات. طبعا هذا في تركيا، الكلام في تركيا مش في أوروبا. فهاي الدولة ما بيها آية الله خرنقعي وآية الله سرسري وآية الله سيبندي. أما في دولتنا اللي بيها كل هاي الآيات مال السيبندية والخرنقعية والسرسرية، فيجي المواطن يريد يبني له بيت، يقوم جاب له لوري رمل، لوري تراب، لوري حصو، وذبه بالشارع. الشارع مكلف ملايين الدولارات، سد المجاري، سد الصرف الصحي، التبليط الجديد الخسرانين عليه كله خربه. ليش؟ لأن آية الله سرسري، آية الله سيبندي، يريد يبني له بيت، وهذا تطول التراب ياخذ له سنة بعد على ما آية الله سيبندي يخلص الشارع. لا حد يحاسبه، لا حد يغرمه، لا حد يحاكيه، لا حد يقول له تحكي وياي. والله ما تعرف انت انا منو؟ انا ابن آية الله سيبندي، انا الله هيك منزلني من السماء بس فآياتنا احنا بالعراق كثيرة وخرابنا كثير. شوفوا الناس المحترمة شلون تطلع آلياتهم من مكان العمل للشارع العام للتبليد، تطلع نظيفة ما تأثر لا على الناس ولا تدمر الناس ولا تسبب حوادث. هذا النظام يفرضونه على الشركات. كل شركة تشتغل وعندها مكان عمل سواء بنايات، قبل لا تطلع تغسل تايراتك وتطلع للتبليط وتصير خوش آدمي. ما نفذت هذا فراح تجي للشركة آلاف الدولارات غرامة. أما في دولة آية الله سيبندي وآية الله خرنقعي، لا ما حد يغرمك، ليه؟ كلها دولة خرنقعية من حكمنا آية الله سيبندي وآية الله خرنقعي. الزاحف أبو السحالي بحث ضاع العراق، ضاع. ولا قبل بزمان صدام يقدر واحد يذب له لوري تراب بالشارع، يقدر واحد يذب له لوري حصل بالشارع. لا، ذب ببيتك، تريد تبني ذب ببيتك، ما تطلع على الشارع. يجي ابو البلديه ويصكك بغرامه ووقفوا الشغل مالك. من كان عندنا دوله قبل لا يجينا آية الله خرنقعي وآية الله سيبندي. فمتى يرجع العراق إن شاء الله بدون آيات؟ ما نريد نشوف آيات. ما دمر العراق إلا آيات الله سيبندي وآية الله خرنقعي وآية الله سرسري. سمعت شلون؟ وماكو ولي إلا علي والريد قائد جعفري. وهذا القائد الجعفري شو سوى بدولتكم؟ وهذول ما عندهم قائد جعفري ولا عندهم آية الله سيبندي ولا سرسري ولا آية الله